هل يمكن أن تؤثر لاحقا في النسخ القادمة؟ يعني لما التألق والتعمق المغربي، سامحني أكمل لك فقط في ثانية سؤالي، وأيضا التألق حافظك أنا لا مشكلة، التعمق أيضا بالنسبة للمنتخبات هذه، هل يكون عندها صدى لاحقا؟ لا ما نظنش. شوف حكيم، لأن كاين بين كأس عالم وكأس عالم 4 سنوات، وقت طويل، وزيد على ذلك قبل كؤوس العالم تقريبا في كل قارات يكونوا يعني الكؤوس يعني الكونتينونتال يعني المحليه، ولذلك نظن كاين كثير من الاشياء يقدروا فيها يعني سكون ابل دي زامبونديرابل يتغيروا. ما تقدرش انت تقول يعني اللي دار مسار في هذه النسخه في 2030 تلقاه. كاين شرط واحد. انا حبيت نروح لك لهذا التوجه، عفوا حبيت نروح لك لذاك التوجه. انت انا فهمت من سؤالي بانه مثلا تألق المغرب ولا كوريا واليابان راح يكون متألق مثلا في 2026. لا، أنا سؤالي كيف سيؤثر تألق المغرب ولا اليابان ولا حتى كوريا الجنوبية على تحديات منتخبات أخرى في المشاركة النسخ اللاحقة؟ يعني يكون فيه طموح أكبر، يكون عنده طموح هذه المنتخبات. هذه داخله في يعني سكون ابل لا كونكورونس سبورتيف، يعني داخله دوكا كاين منتخبات أخرى سيتحدون، لأن اليوم منتخب افريقي صنع حدث الحق الى النصف النهائي. دوك تلقى منتخبات افريقيه اخرى تحب تلحق الى هذا الانجاز ولا اكثر. يعني دوك يعني كاين كثير، هذا هو الطموح. نظن في اسيا نفس الشيء، لان واش هذه المنتخبات تقول لك باش منتخب الحق حنا ثاني قادرين نلحقوا، تسمى كسروا هذاك الحاجز وكسروا هذوك يعني الدواعي اللي كانت تقول ان هذه المنتخبات لا تستطيع الذهاب الى ابعد حد. خليني نقول تبقى الامور استثنائيه. بارك الله فيك. تبقى الامور استثنائيه. اين تركيا 2002 نصف نهائي، كوريا الجنوبيه 2002، ولكن احنا عودتنا المربع اتحدث عموما تركيا عن المربع الذهبي. يتكلم على منتخبات اخرى. لا ماش نقول لك نفس المنتخبات. انا اتحدث عن المربع الذهبي. لما اتحدث من فضلك، لما اتحدث عن المربع الذهبي اختصاص المنتخبات الكبيره، ركوز المانيا، ركوز ايطاليا التي لم تتاهل يا جماعه، ركوز اسبانيا والبرتغال سمح لهذه المنتخبات اليوم. ولكن هل أنت تتصور أن ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا سيبقون في هذه؟ أنا في نفس الفكرة حكيم، نفس الفكرة. أنا حبيت نزيد حاجة برك قبل ما نقول لي سؤال. تفضل. في نفس السياق واش كان يقول أنا سجلت نفس الشيء، كتبت بلي باب كبير قد كسر. نقول لك لماذا. هذا ما أردت القول الذهاب إليه. باب كبير قد كسر. الحاجز اللي كان يمنع واللي ما خلاش غانا في آخر دقيقة، يبقى لك حاجز نفسي. الحاجز النفسي كسر الآن. كل شيء بقى ممكن بعد تأهل المغرب، هذا جيد. ولكن نظرا نزيد نقول لك راح تكون فيه ربما أقوى في المونديال المقبل. قل لي لماذا حكيم؟ 48 صيغة جديدة للمونديال، راح يكون عدد كبير. مونديال راح يكون متعب، راح يكون متعب، وربما في الصيف بعد سنة شاقة 48. وأنفانتينو قال راح نخلي 4 في المجموعة، راح تكون 12 مجموعة، وزيد تكون 12 يجوزوا زوج ربما أحسن 6 أحسن ثالث. راح تكون يعني المونديال هذا باش تمشي النهائي يعني 6 مباريات 7 مباريات، راح تكون اكثر، راح تكون 9 مباريات. مونديال يكون متعب، لازم يكون عندك لاعبين كثير. هذا الشيء واش صرا في هذا المونديال العربي. نقول باللي الحاجز النفسي تكسر. هل يمكن وزيد اقول لك حاجه في افريقيا مثلا يقول لك انا رايح باش ناخذ كاس العالم، منا على 4 سنين ربما يكون منتخب في اسيا مثلا. شوف انا نقول لك المغرب تكمل تعمل في نفس السياق، الجزائر تعمل، لان الان بقى المستوى ماهوش بعيد. لان هاد المنتخبات راكي واش قال كاين منتخبات كثيره قويه ولو لكاس افريقيا. علاش يتكلم على قال لك منتخبات قويه؟ ما نساوش كاين منتخبات ما راحتش. احنا نهار فزنا بكاس افريقيا، كوت ديفوار رحنا معاها بصعوبه. يعني كاين نيجيريا ما راحتش قويه، كاين كوت ديفوار، مصر. شوف منتخبات راهي تعمل حكيم.
الان هذا الحاجز النفسي تكسر. مونديال راح يجيب صيغه جديده، راح يتلعب في امريكا والمكسيك وكندا. عام يكون شاق ومتعب. انا نظن باللي راح تكون من الفوق جميل. مفاجآت يدخل فيها ايضا فوز السعوديه على الارجنتين، فوز المغرب على فرنسا، فوز الكاميرون على البرازيل. ربما هذه الاشياء اللي راح تزيد الدعم هذه القارات، اتحدث عن قاره افريقيا وحتى اسيا. نروح الموضوع الثالث اليوم اللي هو يبدو بانه مونديال انفجار المواهب. اليوم شفنا كثير من الاسماء اللي برزت. اتحدث على انه هذه اللاعبين برزوا بشكل ملفت للانتباه. المال فتح، أبواب المال فتحت عليهم. الآن الناس راهي تتحدث على صفقات من العيار الثقيل. بيلينغهام 19 سنة منتخب إنجلترا اللي تألق. غونزالو راموس 21 سنة لاعب منتخب البرتغال. رافائيل لياو 23 سنة لاعب منتخب البرتغال اللي يلعب في الميلان. عز الدين أناحي، كاكبو أيضا من هولندا. أتحدث عن الأسماء المتألقة فقط وكثير من الأسماء. حسين آشيو. يبدو بأنه مونديال هذا مونديال الشباب. برزت واحد الأسماء ملفتة للانتباه. اليوم لما تشوف أناحي لاعب أونجي متميز يطلبوه في كثير من الأندية. أناحي. بيلينغهام هذا اللي يلعب في بروسيا دورتموند. بيلينغهام كان حتى وإن كان في بروسيا ولكن مطلوب بشكل ولكن مطلوب بشكل أكبر. كانت ريال مدريد تبحث عنه وكان بايرن ميونخ تبحث عنه وكانت في بطولة العالم زادت طلعت. نعم اكيد. شوف غونزالو راموس ايضا بطولة العالم. صح حكيم واش حبيت يقول لي امرابط يلعب في فيورنتينا. ما كانش مطلوب كثير. أناحي كان مطلوب ولكن في أندية. الآن أناحي راح تشوفه في منتخب كبير لأن المونديال أقوى منافسة يعني عالمية راح يرفعك. ما نساوش أناحي قدم مونديال خرافي. صحيح. أمرابط قدم مونديال خرافي. الآن أمرابط يتكلموا عليه في ليفربول، يتكلموا عليه في انجلترا في توتنهام. تلعبوا مع يعني في المونديال تلعب مباريات قويه وتلعب خاصه في هذا يعني لي تور هادو اليميناسيون ديريكت ولعبوا مع يعني منافسين قويين. اسبانيا، البرتغال، فرنسا. يعني لعبوا مع منتخبات يعني احسن ما يعني سي سكيس في دو ميو في اوروبا. لما تشوف دوك أناحي ولا مرابط تشوفوا ضد هذه المنتخبات. هذه هو يعني القيمه الحقيقيه لهذ اللاعبين. تكلمت على راموس ولو تألق في البرتغال اين يلعب بنفيكا يتألق، ولكن مع البرتغال لما تشوفوا سجل ثلاثيه في مونديال الاشياء تغير. وعلاش المنافسات الكبيره حكيم كل تحب تلقى جميع اللاعبين يحبوا يشاركوا فيها. تتفقوا على الاسماء هذه؟ اولا كاين لي ريكروتور كاع يجوا يتابعوا المباريات. وزيد على ذلك tu ne peux pas trouver يعني ميور كو اون كوب دو موند ولا يعني منافسه كبيره بس تسلط عليك الاضواء. جميل. تتفقوا على الاسماء هذه؟ بيلينغهام، غونزالو راموس، رافائيل لياو، عز الدين أناحي، لاعب نقول مرابط ايضا. مرابط كم عمره؟ ولو كبير ولكن نتكلموا احنا نتكلموا على الناس اللي برزت. لا انا اتحدث عن اللاعبين الشباب المتألقة بشكل ملفت. اي طبعا. هذاك اسمه الزلزولي هذاك. زلزولي ممتاز كذلك. اي صحيح. زلزولي ما لعبش كثير. نعم ولكن عنده مهارات. احنا حكيم تحدث على من أتحدث عن اللاعبين الشبان المتألقة ولكن في أندية ماهيش كبيرة كثير. بونو أنا جاي البونو. يلا مادام راح للبونو. نجوم أعادوا اكتشاف أنفسهم من خلال هذا المونديال. رابيو مثلا، الفاريز، بونو. أعطيني طبعا الأسماء اللي من المفروض أعادت اكتشاف أنفسها. نجوم ولدوا في مونديال قطر درناها طبعا عاودوا اكتشفوهم. الفاريز 22 سنه كذلك سجل. ممكن نديروه مع الشباب إنالي مع ميسي ايضا. عز الدين أناحي درناه لانه عاودوا اكتشفوا انفسهم رغم انهم يلعبوا في الاحتراف. قاد المغرب للنهائي. في راسيك ستراسبور والناحي في راسيك ستراسبور ما قدرش يقعد. راح لهذيك اللي قلت عليها افرانش يا اخي. راح الافرانش الاونجي وخريج الكالكولية. ديال رابيو واحد من الاسماء الكبيره عاودت اكتشفت نفسها. لا هذا رابيو حكيم هذا في 2018 بقوة. ما داش
المناخب الوطني ديشون. اذا عاودوا اكتشفوا انفسهم. هذا ما اردت الحديث عنه. تفضل. سي اون ريزيريكسيون جو سوي داكور معك. ما رايكم في الاسماء هذه ايضا؟ الفاريز وبونو، عز الدين أناحي. تعليق فقط على الفاريز. لما راح مانشستر سيتي امال كبيره في الارجنتين انه راح يكون هداف، يعني راح يعوض داغويرو منا، ولكن ما لقاش مكانه في المونديال اليوم. ما نقولش يهدد الوحش هالاند، ولكن سوف يكون بديل رائع لهالاند. اسماء عودت اكتشفت انفسها حسين. اكيد خاصه رابيو وناحي. رابيو ظهر بقوه وناحي حتى بونو مفاجأة المونديال أوناحي يعني. حتى بونو كان رائع. ما رأيكم لم نتحدث عن الحراس؟ مونديال الحراس. نعم. بونو كانوفيتش هذاك تاع كرواتيا، وكذلك السعودية. السعودية أيضا صح. لا ولكن الملفت بونو بصراحة، بونو كان حاسم في أوقات صعبة جدا للمغرب. حتى حارس كرواتيا. لا أكيد، لا اسمح لي زين، لماذا نتكلم لك على بونو؟ كان عنده تأثير على النتائج. يا زين، هو من أهلهم في ضربات الترجيح، يكفي هذا. ولكن شوف يعني صح صار ديسيزيف، يعني لولا لوريس كذلك. لوريس الذي عاد هذا نحسبوه معدي. شوف لوريس يعني انا ما نقولكش اكتشافات، نقول لك لا كي تكلمنا على حراس المرمى. انا عجبني بونو سامحني، واش تقدر تتكلم في هذا المونديال؟ انا لابروش تاعي جوري في نوتر ابروش ان الحراس كان عندهم تاثير كبير بالنسبه للحراس على النتائج. الحراس ما دخلتش معايا، هذا موضوع اخر. تفضل. لا قلت لك الحراس كان عندهم تاثير كبير على النتائج، لان جميع المنتخبات اللي كان عندها حراس في المستوى تقريبا وصلت الى ادوار متقدمه، لان بما ذلك حارس الارجنتين اللي كان يعني إيميليانو مارتينيز كان مارتينيز ايضا يعني كان عنده